تعالوا بقى نشوف مع بعض الهدايا اللي احنا جبناها لقدومة الصغير، وكنا مجهزينها اصلا من بدري. اول حاجة بقى انا حسيت ان لازم الهدايا تكون حاجة هو هيحتاجها، وانا بحب حاجة الاطفال جدا. فروحت بقى جبت الحاجات ديت ووديتها عند فريندس، وفضل بقى يظبط لي فيها زي ما انتوا شايفين. لسه انتوا ما شفتوش حاجة، استنوا خلونا نشوف هو هيعمل فيها ايه. انا كنت واقفه محتاره الصراحه، مودياله الحاجه في كيس بلاستيك، بس هو دلوقتي هيظبطها وهيحطها بقى، وهنحطها في بوكس، وهتبقى الحاجه شكلها حلو جدا. وكمان هنكتب على البوكس. انا قلت بقى افرجكم معايا على كل حاجه. هنا هو بيحاول يرص الحاجه في كرتونه عشان يعرف بس المقاس بتاعها هتخش ازاي. عاوزه اقول لكم ان احنا دخلناها 1000 مرة وطلعناها 1000 مرة بعد ما زوقها، بس التزويق بتاعها جامد قوي على فكرة. هوريه لكم في فيديو هادي كده مش متسجل، بس هنا عشان الحاجات كتير قوي. هو قال لي اصلا صوري اما نخلص خالص، بس انا كنت عايزاكم تشاركوا معانا كل حاجة وكل لحظة وكل حاجة هو بيعملها. وهنا بقى كان خلاص المفروض بنقفل البوكس بقى، وظبطت الزبابيط. بصوا اصلا فلونكايه البيضه ديت شكلها شيك جدا قوي على الحاجه. شامبوهات الاطفال وبودره الاطفال بقى وحاجات ايه جميله جدا. انا بحب الحاجات دي قوي. الاطفال اصلا بيخلي ريحتهم كده كيوتي. وهنا بقى كتبنا ادم جيت نورت البيت، يعني حبينا نعمل ايه؟ عارفين الكلمه بتاعت زمان او اللي كانوا بيحطوها في كروت السبوع؟ انا حبيت نعملها برضو. وهنا كان بيعملها لنا بالشمع والبرونز. الصراحة يعني فرندس ما خدش حاجات كتير على الحاجات اللي هو بيعملها ديت. هو خد حق الصندوق والكتابة بس. كل الحاجات التانية ديت كانت فري. وهنا كنا خلصنا بقى. شايفين؟ لا بجد بجد كان تحفة تحفة تحفة. شكل الصندوق اصلا لوحده كان يهبل. كنت مبسوطة جدا، مش مصدقة ان هي طلعت بالجمال ده. وكمان الاسم بعد ما اتعمل نور، ادم جيت نورت البيت. يا خلاصي على الجمال يا خلاصي. وهنا كنا قفلنا الصندوق بقى خلاص، قفلناه عرفنا اتقفل الحمد لله. كنا بنحاول نقفله. وهنا كل الحاجات عملتها من محل فريندس يا جماعه، عشان كنت قايله له يوم ما انزل فيديو لازم انزل المحل بتاعك. كان ساعتها كريسمس وكان جايب حاجات كتير للكريسمس، عنده حاجات حلوه جدا على فكره. وانا كنت خلاص بقى واخده الصندوق وهمشي باي. ولسه هو احنا جبنا الصندوق بس؟ لا لا لا، تعالوا كمان نشوف جبت ايه. وانا بقى جبت الاندومه خاتم جميل كده وصغنن، عشان الصندوق نوجا كانت هي اللي هتقدمه لقدومه الصغنن. وهنا بقى نوجا ماشيه بالصندوق كده واحنا رايحين نديه لادم. وهنا نوجا كانت شايله ادم بقى بتقول انا جبت لك الصندوق. وهنا الخاتم الصغنن اللي انا جبته كنت قاعده اعمله له بخيط عشان يعرف يلبسه، ما مش عارف يلبسه، ايده صغننه خالص. وهنا بصوا كاميرا خالص ازاي كان لابس الخاتم. بس جمال. لا بجد يا جماعه حاجه الاطفال حاجات تحفه جدا. ويلا بقى ان شاء الله نجيب له هدايا كتير كتير كتير، واستنونا في فيديوهات كتير لقدومه الفتره الجايه. والسلام.